السيدة منى نور الدين عميدة المسرح في تونس وسيدة الدراما التونسية، وأنا استنيتك برشا الحقيقة في سفراء النجوم، حلم لم يتحقق أما تحقق مع جائزة صالح القصب. والله حصلتني معناها. ألف ألف مبروك. يعيشك، الله يبارك فيك وتبارك روحكم في عند واحد. أكيد أكيد نبارك لروحي. أي بيان سور. تقول أنت وسيلتيا يا جبل وسلات. سيدتي العظيمة منى نور الدين، تاريخ كامل، وانت الآن على الركح وانت الآن في لحظة تكريم. أنا نتصور جاء على بالك شريط الذكريات وأكثر من 70 سنة فن. ما يمهمشني، ما عاد نتفكر شيء وليت. الكلهم تزحموا مع بعضهم. هذا يدز وهذا يدز وهذا يدز، ما خلوليش عقل. قل أنت مختلف أعمالك المسرحية، عشنا معك شكسبير وهاملت وغيره من الأعمال المميزة واللي كانت على ركح المسرح. الحمد لله الحمد لله. فرحانة اللي عملتها مثل الأعمال الكل، ونتصور سعاد تشاطرني الرأي. وبالنسبة لجائزة صالح القصب في إطار أيام قرطاج المسرحية، أنا صادقة اللي قلت شهادة أعتز بها، على خاطر الدكتور صالح من الدورة الأولى ومن اللي عرفناه في مهرجانات بغداد، وكنت في كل مهرجان يستدعوني ونحضر ديما نفس النشاط. تبارك الله عليه، نفس الروح يعطيك الصحة. نشاط ينقص شوية خاطر تابع البدن وكما أنا توا. بالعكس محليك واحنا فرحانين الحمد لله. دونك بالنسبة لي معناتها شهادة أعتز بها، وما خذيتش برشا جوائز هكا. هي تعتبر الحقيقة جائزة استثنائية مزيانة برشا. هذه جائزة صالح القصب اللي تحصلت عليها السيدة منى نور الدين في إطار أيام قرطاج المسرحية. تحصلت على عديد الجوائز، لكن تعتبر هذه جائزة عندها وقع خاص. في الظرف. بالنسبة للمسرحيين في أيام قرطاج المسرحية، شنو تقول؟ تبعت ساعة أعمال؟ والله ما نكذبش عليك، ما تبعتش برشا أعمال خاطر هذه نحضروا في الأعمال المسرحية. لكن عندك فكرة على البرمجة على الأقل، يعني بالنسبة للدورة هذه كيف مشيت للعرض الأول حبيت نشوف برشا علوم، لكن ما ساعدتنيش الحظ خاطر التمارين في جبل العرض، وإحنا باش عاد نعرضوا معناتها مباشرة بعد الخطاج المسرحية. نتمنى لك التوفيق وقبل على جبينك. ربي يعيش.